أكدت بلدية الروراوة على وقع جريمة قتل راح ضحيتها أخوين ليلة أمس بطلقات نارية من بندقية بإحدى القرى. حيثية القضية فتعود إلى تنقل أخوين بسيارتهما من بلدية الأخضرية إلى متعامل معهما يقطن بذات البلدية من أجل استرجاع أموالهما. وبعد وصولهما إلى المكان الذي حدده لهما الجاني بمزرعة واقعة بقرية عمر دريس غير بعيد عن الطريق الوطني رقم 8، أشهر الجاني بندقية صيد وأطلق النار على الأول فأصابه على مستوى الصدر والوجه عند محاولته النزول من السيارة. وفيما كان يحاول الثاني طلب النجدة والفرار لحق به وأطلق عليه النار ليرديهما قتيلين في عين المكان. وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لكشف ملابسة الجريمة. تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الواد من توقيف شخص يقوم بترويج أوراق نقدية مزورة لعملة أجنبية من فئة 20 دينار تونسي. تفاصيل العملية جاءت استغلالا لمعلومات عن تداول أوراق نقدية أجنبية مزورة من فئة 20 دينار تونسي، وبعد استصدار إذن بالتفتيش بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم حجز 407 ورقة نقدية كانت مخبأة بإحكام. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بسيدي بالعباس بالتنسيق مع أفراد فصيلة الأبحاث من الإطاحة بشبكة دولية مختصة بتهريب المهاجرين وتبييض الأموال، أين تم توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة بتهمة جناية تبييض الأموال من خلال استخدام وسائل محظورة، وجناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة، مع جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل وجنحة تسهيل دخول أو تنقل أجنبي بالإقليم الجزائري بصفة غير قانونية. تعود حيثيات القضية إلى معلومات واردة إلى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بتهريب المهاجرين وتبييض الأموال. على إثرها تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف 5 أفراد من الشبكة الإجرامية، مع حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 60 مليون دينار جزائري، وحجز مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 7150 أورو، وحجز 5 مركبات كانت تستعمل في تنفيذ الجريمة. سيتم تقديم عناصر الشبكة الإجرامية أمام الجهات القضائية بعد استكمال إجراءات التحقيق.